أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. معاكم محمد أسامة من برنامج أنا مصمم ومش ماشي قبل ما تتعلم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم لكل حد بيشتغل في مجال العمل الحر، خصوصا لو كنت مصمم جرافيك أو شغال في أي مجال تاني بيحتاج وقت وجهد كبير. موضوعنا النهاردة هو إزاي توازن بين شغلك وحياتك الشخصية. العمل الحر بيخلي الشغل جزء كبير جدا من حياتك، لكن لازم تلاقي وقت لنفسك ولعيلتك ولأنشطتك الشخصية، فإزاي تقدر توازن بينهم؟ تعالوا نعرف مع بعض. النقطة الأولى تحديد أوقات ثابتة للعمل. أول حاجة لازم تعملها عشان توازن بين شغلك وحياتك الشخصية هي تحديد أوقات ثابتة للعمل. ما ينفعش تسيب الشغل ياخد كل وقتك، لازم تحدد ساعات عمل يومية أو أسبوعية. مثلا لو قررت إنك تشتغل من 10 الصبح لغاية 6 بالليل، لازم تحترم الوقت ده وتوقف شغلك بعده على طول. لو عملت كده هتقدر تركز في شغلك أثناء الوقت المخصص ليه، وفي نفس الوقت تلاقي وقت لبقية حياتك واحتياجاتك. النقطة التانية تحديد أولوياتك. من المهم تحديد أولوياتك عشان تقدر توزع وقتك بشكل جيد. يعني تكتب إيه أولى وإيه قبل إيه. حاول تحدد الأولويات اليومية أو الأسبوعية وركز على أهم المهام أولا. ده هيساعدك تخلص شغلك في وقت أقل وتبقى عندك فرصة للراحة. لو عندك مشاريع كبيرة حاول تقسمها لمهام أصغر عشان تقدر تركز في جزء واحد في كل مرة بدون ضغط. النقطة التالتة اتعلم تقول لأ. لو انت شغال في العمل الحر اكيد هيجي عليك وقت تحس فيه بالضغط لكثرة الطلبات والمتطلبات والمهام. هنا لازم تتعلم تقول لأ. لو عندك مشروع كبير ووقتك مش هيسمح ليه، لازم تكون قادر على رفض مشاريع جديدة بشكل احترافي. مش كل فرصة هتكون فرصة مناسبة ليك في الوقت ده. ده مش معناه انك مش شاطر او مش عايز تكسب، لكن معناه انك بتحافظ على جودتك وجودة شغلك وتوازن حياتك. النقطة الرابعة تخصيص وقت للراحة والنشاطات الشخصية. ازاي تقدر تكون منتج لو مش واخد كفايتك من الراحة؟ الراحة مش رفاهية، هي حاجة ضرورية جدا لزيادة إنتاجك وإبداعك. خصص وقت للراحة، سواء كانت ساعات نوم كفاية أو حتى فترات استراحة قصيرة في نص اليوم. كمان خصص وقت لممارسة الأنشطة اللي بتحبها، زي الرياضة، زي الهوايات، زي إنك تنزل تقعد على القهوة مع أصحابك. ده مش بس هيساعدك تجدد طاقتك، ده كمان هيساعدك تكون أكتر إبداع في شغلك. النقطة الخامسة تنظيم بيئة العمل. البيئة اللي بتشتغل فيها ليها تأثير كبير على شغلك وتوازنك. لو مكتبك فوضوي ده هيسبب لك توتر. خلي بيئة عملك منظمة وتبقى مرتاح فيها. حاول تفصل بين مكان الشغل وأماكن الترفيه في البيت. مثلا لو عندك مكتب حاول تبعده عن الأماكن اللي بتقضي فيها وقت فراغك، حاول تبعده عن التلفزيون. النقطة السادسة استخدام أدوات لإدارة الوقت. في أدوات كتير ممكن تساعدك تدير وقتك بشكل أفضل وتوازن بين شغلك وحياتك الشخصية. في تطبيقات كتير بتساعدك تعمل ده. يا عم أبسط الأمثلة تمسك ورقة وقلم وتكتب أولوياتك وإيه اللي المفروض يخلص قبل إيه وهياخد وقت قد إيه. تنظم مهامك، تحدد مواعيدك ومواعيد تسليمك. في النهاية لو عايز تكون ناجح في العمل الحر وتحقق توازن بين شغلك وحياتك الشخصية، لازم تتعلم إدارة وقتك بشكل جيد. مفيش حاجة تساوي راحتك النفسية والجسدية. لو انت عايز توصل للنجاح مستدام لازم توازن حياتك، ده أمر أساسي. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل الحلقات الجاية عن العمل الحر والتصميم الجرافيكي. أشوفكم الحلقة الجاية، سلام.